كل واحد يشجع المنتخب بطريقته. بما اننا بقى شيفات فهنشجع المنتخب بتاعنا بطريقه المطبخ. هنعمل مع بعض بسكوت كرة القدم او كوكيز كرة القدم بطريقه حلوه جدا جدا وشكلها خطير زي ما انتم شايفين بالشكل ده. بيضه واحده وشويه دقيق هتعملي حاجه كده شكلها خطير جدا، هتعجب جدا الولاد وهينبسطوا منها، وكمان هيدخلوا معاكي وهيعملوها بايديهم. يلا بينا كده نسمي الله ونشوف مع بعض الطريقه والمقادير. هنجيب بقى البولة كده وهنحط فيها نص كوباية من السكر البودر. ده سكر مطحون، وطبعا يفضل تكون طحناه في البيت عشان بتاع بره بيكون فيه نشا. هننزل عليهم بنص كوباية زبدة على زيت، يعني ربع زبدة على ربع زيت. وينفع طبعا بدال الزبدة نحط سمنة، مفيش مشكلة. بس اهم حاجة تكون سايلة معايا بالشكل ده علشان ما تاخدش معانا وقت كده في الضرب. نضربهم كويس جدا زي ما انتم شايفين بالمضرب كده اليدوي، مش هنستخدم بقى لا مضرب كهرباء ولا عجان ولا خلاط ولا اي حاجة. بعد بقى ما ضربتهم شويه، انا هنا كان عندي البيض صغير قوي فاستخدمت بيضتين، انما لو عندك البيض كبير يبقى بيضه واحده بس. عليهم طبعا كده باكت من الفانيليا، ونرجع نضربهم تاني زي ما انتم شايفين لغايه بقى ما البيض يختفي معايا تماما. عايزه اقول لك البسكوت ده سهل جدا جدا في خطواته كلها، يعني الموضوع كله بجد مش هياخد معاكي وقت خالص، خاصه بقى لو ولادك ساعدوكي فيه، فالموضوع هيكون لذيذ جدا جدا. بعد ما ضربنا بقى البيض واختفى معانا، هنزل بقى هنا بالدقيق. مبدئيا هنزل بكوبايه من الدقيق متعدد الاستخدامات، وعندي بقى هنا معلقه صغيره من بيكنج باودر، ورشه الملح بتاعتنا طبعا ما تنسيهاش. وهنبدا ننخلهم كويس جدا زي ما انتم شايفين كده، وبالتدريج بقى نبدا نقلبهم واحده واحده. طبعا احنا بنعمل بسكوت فمش محتاجين بقى العجن خالص، عايزين بقى نقلب زي ما انتم شايفين كده بشويش خالص. في المرحله دي هنبقى مستخدمين المعلقه او السباتيولا، مش هينفع خالص تحطي ايدك دلوقتي، لان الموضوع يعني بصوا زي ما انتم شايفين العجينه طريه جدا فهتلزق في ايدك يعني هتزهقك شويه في العجن. جبت نص كوبايه دقيق تاني، هنزل بقى بيها شويه شويه زي ما قلت لك حسب احتياج العجينه. في دقيق بيحتاج سوائل ودقيق بيحتاج سوائل اقل، فشويه شويه زي ما انتم شايفين كده بنزل بالدقيق بتاعنا لغايه ما احس ان انا عندي عجينه يعني اتلمت شويه تمام كده. بصوا لسه العجينه بتاعتي سايله، فانا في المرحله دي كنت حطيت كده الكوبايه ونص كاملين تمام كده، يبقى انا كده خدت كوبايه ونص من الدقيق. انا طبعا لسه العجينه بتاعتي محتاجه دقيق تاني، بس انا مش هضيفه في المرحله دي. هاخد بقى هنا تلت من العجينه كده احطها في بوله تانية على جنب، والتلتين التانيين ده هنزل عليهم حوالي بتلت كوبايه من الدقيق بنص برضو حسب احتياج العجينه. هنزل بيه شويه شويه معلقه معلقه لغايه ما احس ان العجينه لمت معايا، وابدا ان انا المها بايدي زي ما انتم شايفين كده، واتشكلت معايا. يعني انا اقدر اشكلها باي شكل هتتشكل معايا بسهوله. عجينه لمت على بعضها وفي نفس الوقت ملهاش عرق خالص، بنعجن بصوابعنا او بنلم بصوابعنا. العجينه التانية الصغيره اللي انا سبتها على جنب ضفت عليها معلقه كبيره من الكاكاو، وطبعا لو احتاجت دقيق حط لها معلقتين كده من الدقيق ولميها برضو، هتبقى معاكي بنفس السمك وبنفس الليونه بتاعت العجينه البيضه. ما تخليش عجينه اتخن من العجينه او انشف من العجينه. تمام كده. نبدا بقى نكورها كور صغيره جدا يا جماعه، اصغر من الزيتونه، علشان لسه طبعا هنحط كذا واحده جنب بعض، فمش عايزين تبقى البسكوته كبيره قوي. ودي كمية العجينة بتاعتي كلها بعد ما كورتها. طبعا الكمية البيضة اكتر من الكمية البني، وده هتشوفوه في التشكيل. التشكيل بتاعنا سهل جدا. هنحط بقى كده في الصاج بتاعي اديته مسحة كده بسيطة خالص من الزيت. هنحط اول حاجة كده كرة من الكاكاو وحواليها 6 من الابيض. هنرجع بقى نحط تاني 6 من الكاكاو و6 بعد كده من الابيض. حاولوا بقى تخلوا كل الكور حجم واحد، طبعا ولادي هم اللي كانوا بيكوروهم، ففي واحدة كده كبيرة واحدة صغيرة، فحاولوا تخلي كلهم قد بعض. طبعا الشكل عشوائي خالص. هنحط بعد كده عليهم كيس تلاجة مفتوح، واضغطي عليهم بقى بظهر طبق مسطح او بايدك باي حاجة، وبعد كده باي قطعة مدورة او بغطا برطمان، وخدي بقى شكل الدايرة التحفة ده. هتبصي تلاقي شكل كرة القدم ظهر معاكي، وبجد شكلها خطير جدا. مش قادره اقول لكم انا كنت مستمتعه قد ايه وانا بشكل فيها، بجد كانت حاجه حلوه جدا جدا. ولادي كمان كانوا فرحانين جدا بعد ما عملت معاكم البسكوته دي. طفيت الكاميرا بقى واشتغلوا معايا وكانوا مبسوطين جدا. زي ما انتم شايفين كوره كده من البني حواليها 6 من الابيض، وبعد كده 6 من البني، وبعد كده 6 من الابيض. لازم الترتيب ده يا جماعه زي ما انتم شايفين قدامكم عشان يطلع معاكم في الاخر شكل كره القدم. اضغطي عليها كويس جدا بكيس بلاستيك عشان تلحم في بعضها، عشان انا في الاخر وانا بقدم في الاخر الفيديو في بسكوته فككت مني علشان ما كنتش دايسه عليها جامد. دوسي عليها كويس قوي، وبعد كده شيلي الكيس واضغطي عليها بقى بالغطا وخدي بقى الشكل المدور. طبعا الزوايد اللي انا بشيلها دي بكورها تاني وبشكلها تاني، مش بتترمي تمام كده. عايزه اقول لكم بقى ان الكميه اللي قدامكم دي هي اللي طلعت لي من كوبايه ونص دقيق او كوبايتين الا ربع دقيق. البسكوت ده للاسف مش بيرمي كميه كبيره، عشان زي ما انتم شايفين حجم البسكوته الواحده كبير. طبعا الزوايد انا شكلتها تاني وعملت وردتين صغيرين من باقي العجينه اللي كانت فاضله معايا.
دخلته الفرن على حرارة 170، الشبكة في الرف الوسطاني. اخد معايا تلت ساعة، طبعا احمر من تحت كده واخد لون ذهبي. ولعت له الشواية دقيقة واحدة بس وطفيت. لو حابة بقى تحطي بديل نوتيلا وتلزقي كده كل اتنين في بعض زي ما انت عايزة براحتك، انا بالنسبة لي كان حلو جدا كده لوحده وكان خطير جدا. وبعد ما يخرج ما تخرجوش خالص من الصاج، سيبيه كده يبرد خالص ساعه كده ولا حاجه علشان لما تخرجيه ما يتكسرش منك. انا زي ما قلت لكم اضغطي عليه كويس جدا وانت بتشكليه علشان يلحم في بعضه، ما يبقاش مجرد كده حاجات متلزقه في بعض. جربيه حلو جدا ويعجبكم.